بعد ما المأذون خلص دخلت بقى الأوضة. كنت فردة شعري وبسرح شعري عادي خالص. لقيت الولا فتحي داخل عليا عامل زي الأسد. فبقول له في ايه مالك؟ ما تروح تنام زي ما بتنام. قال لي لا يا خالة، احنا اتجوزنا. المأذون قال لي دي مراتك يا فتحي. قلت له ماشي، بس ده كده وكده علشان ينفع تقعد معايا في البيت، مش انا فهمتك يا ولا؟ قال لي لا، انا اتجوزك، انا عايزه اتجوز. ولقيت يا اختي الولا هجم عليا وانا اصلا ركبي مش شايلاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم معايا في قصه جديده. قصه النهارده غريبه قوي، بس اللي بيقولها اكد ان هي حقيقيه، والست عايزه تعرف تعمل ايه وتتصرف ازاي. الصراحه القصه عجبتني وقررت ان انا اخليها من ضمن حكاوي شيرين المصري. صلوا على النبي ويلا بقى علشان نبتدي قصة النهاردة. قصة الحاجة سعاد. أنا اسمي سعاد، عندي دلوقتي بالظبط 60 سنة. من سنين طويلة أوي 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 كنت عايشة في بيت أهلي قبل ما أتجوز. أنا كنت بتاعت شغل بيت وبس، ولا كان ليا في الهق ولا في الماء ولا في الدلع ولا أي حاجة من دي. ما كنتش بفكر حتى في الجواز غير من باب إن الواحدة لازم بتروح لبيت جوزها. ولما جالي نصر جوزي الله يرحمه اتجوزت وعشت معاه على الحلوة والمرة. نصر كان راجل كويس ومحترم وابن حلال، وكان زيي الحال من بعضه. يعني بالنسبة لي الجو بتاع الجواز والعلاقات والكلام الفاضي ده ما بيفرقش معايا حاجة. جاب لي ساعتها بهمتين وقال لي اشتغلي وتجري فيهم يا سعاد، علشان انا عارف ان انت بتحبي الحاجات دي، لان انا اصلي من الارياف. فرحت قوي قوي، بالنسبة لي دي كانت الدنيا وما فيها. وفعلا بقيت مركزة مع البهمتين بتوعي في الزريبة بتاعتي وشغل بيتي. ونصر يجي آخر اليوم تعبان من شغله، نتعشم وننامه. بعد سنة ونص بالظبط كان ربنا كرمني بابني محمد، اللي حبيته حب ملهوش حدود ودلعته آخر دلع. ومفيش قبل ما يكمل ال4 سنين كان نصر جوزي ميت فجأة كده، تعب ومات، ولا كان في حاجة ولا بحاجة. هو شهر دخل المستشفى بصدره وبعدها ربنا يرحمه. كنت أنا لسه في عز شبابي وفي حلاوتي وفي جمالي، بس أنا قلت لكم أنا ماليش في الجواز وفي الحاجات بتاعت الستات. في ستات ربنا بقى بيبقى مديها حاجة تانية في غريزتها، بيبقى فارق معاها الجواز والكلام ده، فتخاف على نفسها فتروح تتجوز علشان السترة. لكن أنا ما كانش يشغلني الكلام ده خالص، وقلت أنا هعيش لابني. كل الناس ساقت عليا ما ينفعش كده يا سعاد، لازم تتجوزي، انت لسه صغيرة، انت لسه حلوة، عفي نفسك يا حبيبتي. وعلشان كلام الناس. قلت لهم كلام الناس في ايه؟ واحدة عايشة هي وابنها في بيتهم، الحمد لله عندي اللي اكفيني اكل وشرب، وعندي مشروعي، وربنا ساترني. ونصر الله يرحمه ما كانش مخليني عايزة حاجة ولا بيتي ناقصه حاجة. يبقى ايه اللي يخليني اروح ادور على راجل يقرفني ولا يطلع مش كويس ولا يأذي ابني بكلمة ولا يضايقه بحاجة عشان خاطر ايه؟ سوري يعني عشان خاطر نومة؟ في داهية النومة دي انا مش عايزاها. بقت الناس كلها مستغرباني، وانا في طبيعتي ما بيفرقش معايا كلام الناس طالما انا ماشية صح وما بعملش حاجة غلط. ركزت بقى مع محمد ابني، علمته وربيته احسن تربية، بقى يومي كله ليه هو وبس. والحمد لله ما كانش ناقصنا اي حاجة، بالعكس ربنا كان كرمني وكنت بطلع على طول لله وبعمل اطعام، والحمد لله كان ربنا مراضيني من وسع. والبهمتين اللي كان عندي بقى 4 وبقوا 5، والحمد لله على كده. ومعايا فلوس في البنك وربنا ساترني، وكان منى عيني بقى ان انا اجوز محمد ابني. بس اول ما محمد ابني كمل 20 سنة بالظبط تعب، ومبقتش عارفة ماله وجراله ايه. فضلت الف بيه على الدكاترة يمين وشمال، وبقيت ادعي ربنا كل يوم يخليهولي، لان انا ماليش في الدنيا دي كلها غير هو وبس، مفيش. بس ربنا سبحانه وتعالى ما كانش رايد بده، ومحمد ما كانش ليه عمر. قعدت سنة بيت وهو تعبان، وكان نفسي يفضل عايش معايا العمر كله، حتى لو هو زي ما هو كده اخدمه واشيله زي العيل الصغير. ما هو ابني وضنايا، وبالنسبة لي برضه هو عيل صغير. بس ربنا بقى كان إرادته حاجة تانية وخد محمد ابني، ودي كانت فعلا القطمة اللي قطمت وسطي.
أنا مش كنت بكره نصر ولا حاجة، بس لما نصر سابني كان معايا محمد، كان فيه العوض، وكنت شايفة فيه السند والظهر ليا لما يكبر، وكنت بحلم إن أنا هجوزه ويبقى ليا برضه عزوة وعياله وخلف، وحوالين مني يبقوا عياله ومراته وكده. بس ربنا ما أردش كل ده يحصل. بعد موت محمد قعدت سنة نفسيتي تعبانة ومش قادرة ومش عارفة أتخطى الموضوع ده خالص. حتى شغلي ما بقاش بينسيني زي الأول. كان ليا واحدة جارتي عندها بنتها اسمها هناء، وبنتها دي اتطلقت، والبت دي كانت عزيزة عليا، كنت بعتبرها زي ما تكون بنتي. هي كانت كبيرة شوية في البنوتية، اتجوزت واتطلقت وفضلت برضو قاعدة علشان طلعت ما بتخلفش. فكنت على طول أقعد معاها ساير معاها. فكانت لما ابني مات تيجي تطل عليا وتقولي: يا حاجة سعاد، انت مش هتقومي كده وتفوقي وتبقي زي الأول وحسك كده يبقى في البيت وتطلعي وتيجي علينا زي ما كنت بتيجي؟ قلت لها: مش عارفة يا هناء، قلبي وجعني. برضو ميت الضنا حاجة تانية خالص. فضلت تنصحني ان انا لازم نقرب من ربنا ونستغفر، وان ده إرادة ربنا لازم اتقبلها واتعايش كمان معاها. قلت لها: ربنا يسهل بقى، وربنا اللي في ايده النسيان. ربنا يلهمني الصبر والنسيان، ويلهيني في اي حاجة تنسيني الجرح اللي جوايا بسبب موت محمد ابني. كنت كل يوم والتاني انام معيطة واحلم بمحمد، وبجد كنت هتجنن، ما كنتش عارفة اطلع خالص من حزني عليه. هناء كل يوم والتاني تنطلي وتحاول تاخدني تقعدني على الباب او تدخلني عندهم في المنظرة زي ما كنا بنقعد، بس انا مفيش برضو نفس ولا قلب ولا اي حاجة. لحد ما في يوم لقيت نفسي صحتي بدأت تتعب بسبب الزعل. انا كنت عافية وجامدة، ركبي بدأت تسيب كده، بقى الشغل بتاع البهايم تقيل على قلبي، مش عارفة اعمله. قلت: وبعدين بقى يا بنتي يا سعاد، اي نعم انا دلوقتي ماليش حد اعيش عشانه، بس لسه ليا عمر، ولازم ان انا ارضى بقضاء ربنا فعلا واقوم. في نفس اليوم ده صليت العشاء وقعدت ادعي ربنا ان ربنا يصبرني، وان انا افوق لنفسي، وان انا اقدر وابقى عافية كده زي الاول وكده. سمعت صوت حد قدام الباب، حد بيقول كلام مش مفهوم، وفي عيال عمالة ترازي في الحد ده، انا مش عارفة ده مين. فبفتح لقيت شاب بس متبهدل بقى زي ما تقول بينام في الشارع، الله العالم بيه، ما كنتش عارفة ساعتها ماله ده وفي ايه. فلقيت العيال عمالين يرازوا فيه ويحدفوه بالطوب وما اعرفش ايه. اتعاركت مع العيال بتوع الشارع وندهت على اهليهم وقلت كل واحد يلم عياله، يا جماعة حرام، ده شكله ولا غلبان، وبعدين انتوا بتلعبوا دلوقتي ليه؟ ده الوقت متأخر، يلا كل واحد يروح بيته. فلقيت الولد عمال يبصلي ويقول لي: خالة خالة، يا خالة يا خالة. فبقول له: انت جعان؟ فقال لي: اه. فرحت جايبه له اكل وحطيت له العشاء ده في المنظرة كده، وقلت له: خش، انت اسمك ايه؟ وقعدت جنبه طبطبت عليه كده بحنية. والله العظيم فكرني بمحمد ابني، لان هو ما كانش صغير، بس كنت تحس ان هو عقله على قده شوية. قعدت اقول له: انت منين؟ انت فين؟ اهلك فين؟ يقول لي: ايه، رموني، مات ومشى ورموني، وكلامه متقطع وتحس ان هو، انا قلت شكله كده اللي هو يعني عقله بالله، يعني عنده لطف شويه، بس هو شكله طبيعي مفيهوش حاجه، بس متبهدل وتراب الدنيا عليه وهدومه متهلله وحالته بالبلا. فالمهم قلت له: ايه، لا حول ولا قوه الا بالله، حتى لو حد رماك يا ابني ازاي حد يرمى ضناضه؟ انا لغايه دلوقتي قلبي وجعني، ويجي تقريبا كان عدى على موت محمد بتاع سنه ونص وانا مش قادره انساه. وقبل ما اخلف محمد كنت هموت واجيب حته عيل، وفين وفين لما خلفت، يعني حاسه بقيمه الضنا. ازاي حد يبقى عنده عيل حتى لو كان تعبان شويه، بدل ما تراعيه وتهتمي بيه تروح رميه كده في الشارع؟ ما كنتش فاهمه بصراحه منه حاجه. بس المهم حطيت له اللقمه وكل، ودخلت جوه بقى وسرحت مع نفسي، وقمت سبحت شويه ورحت نايمه على نفسي، ما حسيتش بحاجه. صحيت تاني يوم لقيت الولا برضو قاعد زي ما هو في المنظرة وعمال ينادي عليا: يا خالة يا حاجة، يا خالة يا حاجة. طلعت له قلت له: انت اسمك ايه؟ قال لي: اسمي فتحي. قلت له: يا فتحي روح عند امك بقى ولا اهلك، ولا انت منين ولا فين؟ طب فهمني انت منين. فقال لي ساعتها ان هو من اخر البلد، وامه ماتت، وابوه واخواته ومراتات اخواته اتلم عليه ورموه عشان محدش يعني عايز يخدمه. فقلت له: يا حبيبي، ده انت بتفهم كل حاجة وعارف كل حاجة اهو،
وهو فعلا بيتكلم زي ما يكون عيل عنده 11 سنة، مش اكتر من كده، بس بيفهم كل حاجة. فقلت له ايه؟ والله يا فتحي انا لسه ميت لي ابني، ولسه كنت امبارح بندعي ربنا ان ربنا يسهيني ويلهيني عن موته وزعلي ده، وانت يمكن ربنا بعتك ليا عشان كده. قعد يقول لي حنينه يا حاجه، اكل يا حاجه، انت حنينه يا حاجه. قلت له انت عايز تفطر؟ قال لي اه. قلت له طب بص بقى، ما دام ما انت فعلا في الشارع وعايش في الشارع، يعني انت اهلك مش بيدوروا عليه؟ قال لي لا والله والله لا، ما فيش. قلت له طب خلاص، انا عايزاك تخش الاول تاخد دش كده، ولا اقول لك تروح تحلق، ولا لا خد دش الاول وغير هدومك ديت، وانا هنجيب لك هدوم من ابني، هدوم ابني، بدل القرف اللي انت لابسه ده. ودخل فعلا، سخنت له شويه ميه ودخل استحمى، وانا فضلت بقى عند البهايم عبال ما هو ما خلص وطلع. لقيت الولا بسم الله ما شاء الله زي القمر، وشاب حليوه وزي الفل، مفهوش غلطه، طول بعرضه وجميل ومفهوش اي حاجه تشوفه وتقول واحد تاني. قلت له يخرب بيت شكلك يا ولا يا فتحي، ده انت شكلك حلو، وشكلك يا ابني ابن ناس والله العظيم، منهم لله اللي رموك، وحسبي الله ونعم الوكيل، مش عارفين قيمة الضنا. انا قعدت كذا سنة عبال ما خلفت محمد ابني، وكنت هموت وخلف، ولما ربنا كرمني وعاش معايا اكتر من 21 سنة ربنا افتكره وخده. عارفة قيمة الضنا كويس قوي، ازاي رموه وازاي هانوا عليه يرموه انا مش عارفة، بس ارجع واقول اهو الام هي اللي بتلم والام هي اللي ماتت. يلا ده ربنا عوضه، اكيد امه كانت كويسة، ربنا هيعوضه بيا، وهو هيعوضني عن فراق محمد ابني. انا من هنا ورايح قلت لنفسي ان انا هرعاه وهعتبره زي ابني، وهعلمه كل حاجة من اول وجديد، علشان هو لو كانوا اهله اهتموا يعلموه كان هيتغير، لان هو بيفهم كل حاجة، مش على البركة ولا الكلام ده. بعد بقى ما استحمى قلت له بص انت تروح تحلق، وهوديك عند المزين تظبط نفسك كده وتيجي تستحمى تاني. يقول لي تاني؟ قلت له اه، ده انت بص مش هتعرف نفسك بعد كده. وراح استحمى وجه، وقفته قدام المراية وقلت له بص يا فتحي، انت حلو ازاي، انت راجل، مش عايزاك تلعب في الشارع مع العيال، مش عايزاك تعمل الكلام ده. بيقول لي ما انا هعمل ايه، بلعب في الشارع. قلت له لا، الكلام ده لما ما كانش ليك حتة تلمك، انا هشغلك انت بسم الله ما شاء الله راجل وزينة الرجالة. قعد يضحك قال لي انا راجل؟ قلت له اه، انت ما انت الصغير ده، انت شكلك كده سنك كبير. ولقيت معاه بطاقته ومعاه كل حاجته، يعني معمول له بطاقة، ويعني مش مهمل ولا حاجة. يلا الله يجازيهم بقى اللي سابوه. قلت له انت بص، انت مش صغير، ده انت كبير اهو، انت اكبر بسم الله ما شاء الله من ابني اللي ده عمره بقى، انت عندك 27 سنة، يعني انت مش صغير يا فتحي، انت كبير، تشتغل وتتعلم الشغل، مش انت بتعرف تعمل كل حاجة؟ قال لي اه. قلت له بس انا هعلمك الشغل معايا في الزريبة، وهعلمك كل حاجة، وهخليك راجل بمعنى الكلمة، تروح تشتري وتجيب ولكش دعوة بعيال الشارع، وتبطل تمشي زي العيال الصغيرة، وتبطل تقعد على الرصيف وتبص حوالين نفسك وانت ماشي. وقعدت اتكلم معاه بالراحة وارقيه واقرا له قرآن على دماغه، لحد ما سبحان الله الولد اتبدل. اي نعم ما بقاش 100% يعني، بس بقى غير الاول. لقيته بسم الله ما شاء الله عافي، اتعلم الشغل معايا بسرعة، وبقى هو اللي بيعمل لي كل حاجة. وعلى قد ما انا اديته حب واهتمام وربنا عالم باللي في قلبي، على قد ما هو كان خدوم معايا قوي قوي، بيعمل لي كل شيء. وقلت ده عوض ربنا، انا هعمل معاه خير وهو يعمل معايا خير، ونشيلوا بعض بقى لحد ما ربنا ياخد امانته، واتوكل على الله واروح لجوزي وابني. فكان الاول فتحي ساعات ينام في المنظرة، ساعات افرش له جوه في الصالة. يعني بصراحة ما كنتش بنيمه طبعا معايا في الأوضة، هو مهما كان برضو شاب، ولو انه هو في عينيا عيل. فلقيت ايه، الناس مش سايباني في حالي. بعد 6 شهور مراعياه ومنضفاه، وبقى واحد تاني خالص، واتعودت عليه وخدت عليه، وبقى مريحني في كل حاجة، وبقى بيحبني علشان انا حنينة عليه، انا اللي نظفته وانا اللي غيرته وانا اللي خليته يتعلم كل حاجة. اول اصلا لما جه خدته الدكتور في الصيدلية نعرفه، ونصحني ان انا اروح بيه زي مركز كده بيعالج الحالات النفسية والحاجات اللي هي بتاع فرط الحركة والكلام ده، وبيدي كمان علاج بالمجان.
اي نعم كان مشوار عليا وخدته يوميها ورحت بيه وكشفت عليه وكتبوا له على شوية علاج يظبط له بس دنيته ويخليه ما يبقاش عنيف، يخليه يقلل فرط الحركة والتعامل بعدوانية زي لما كان بيعمل في الشارع. وبقيت كل شهر اخده واروح اجيب له العلاج ده من قلب الصيدلية المكان ده. وكون يعني عملت معاه كل حاجة كويسة، بدلته وغيرته. لقيت في يوم هناء اللي هي بنت جارتي جايالي بتقول لي ايوه يا حاجه سعاد، ده انا عايزاكي في موضوع ضروري. فقلت لها خير يا حبيبتي. فراحت واخداني وداخله الاوضه، قالت لي عشان مش عايزه اكلمك قدام فتحي. قلت لها يا بنت ده غلبان، هو بيفهم حاجه؟ ما تتكلمي قدامه وبعدين هتقولي لي ايه يعني؟ قالت لي بصي الناس بتتكلم عليكي ومش سايباكي في حالك. قلت لها ليه؟ قالت لي علشان فتحي بيبات عندك في البيت، هو مهما كان راجل غريب عنك وما هو الصغير. قلت لها عشان خاطر شكله بقى نضيف دلوقتي بقى راجل، مش كانوا عيالهم بيزقلوه بالطوب وبيتعاركوا معاه وكانوا بيقولوا عليه عيل؟ وبالله هو دلوقتي علشان بقى شكله حلو ونضيف بيقولوا عليه بقى راجل وعيب وازاي يقعد معايا؟ ده زي ابني يا بنتي، ده انت مش شايفه هو حالته عامل ازاي؟ ده ما بيفهمش حاجه وكده. قالت لي ماشي يا خالته ساعات، بس هو في النهايه شكله راجل وبسم الله ما شاء الله طول بعرض وداخل وطالع وبيجيب لك كل حاجه وبيدي لك طلباتك، والناس ملهاش غير الكلام والناس ملهاش الا الظاهر. قلت لها والله العظيم يا بنتي يا هناء انا ما في دماغي خالص اللي انت بتتكلمي فيه. انا سرحت مع الولا والولا سهاني وبقى مالي عليا حياتي وبيعمل لي كل حاجه واخد بحسي زي ابني محمد الله يرحمه. واديك عارفه انا كنت عامله ازاي. قالت لي انت غاليه عليا وانا برضو ما ينفعش ما اقولكيش. قلت لها انا مش عارفه والله العظيم انت برجلتيلي دماغي بالكلمتين دول. المهم مشت هناء وانا قعدت افكر كتير وصعب عليا نفسي، وقفت في الشارع وقعدت ازعق. قلت لهم يا عالم يا اللي ما عندكمش دم، يا اللي ما وراكمش غير الكلام، الولد اللي جاي ما كانش فاهم حاجه ولا عارف حاجه وشكله كان عامل ازاي، لميته حنيت عليه ونضفته ورعيته وعالجته وعلشان خاطر شايفينه كويس وبسم الله ما شاء الله شكله بقى احسن من الاول. بدل ما تقولوا ام الحاجه سعاد عملت خير، عملت تتكلموا عليا. ففي راجل كده كبير في الشارع قال لي ما هو ما ينفعش برضه تبيتي واحد غريب في حضنك وفي بيتك وانتوا الاتنين بتبقوا لوحديكم والشيطان شاطئ. وبعدين يعني ايه على البركه؟ يعني ما بيبقوا على البركه وبيتجوزوا وبيخلفوا. قلت له بس انا عداه ابني وانتوا عارفين. ازاي يا حاج بتتكلم عليا كده؟ قال لي والله انا بنقولك الصح والحلال بتاع ربنا علشان برضو انتي قدام ربنا كده غلط، هو في النهايه مش ابنك وما هوش عيل صغير خدتيه تربيه، ده شحط كبير وطويل وعريض اهو. قال لي الكلام ده. قلت له حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيجيب في سيرتي بكلمه وحشه. انا طول عمري وكلام الناس ما بقلعوش من رجلين، بس المره دي حسيت برضو ان الشكل العام وحش والنظره وحشه والناس بتلسن عليا. فجال في بالي تفكير ان انا اتجوزه قدام الناس. ساعتها برضو مش هيسكتوا وهيتكلموا وهيقولوا دي متجوزه واحد قد ابنها ومش عارفه ايه والكلام ده. بس انا اتعلقت في فتحي ومش عايزاه يمشي ويسيبني، واخد بحسي وبقى بيعمل لي كل حاجه وانا ما بقتش زي الاول صحتي ولا اي حاجه. وقعدت افتكر نفسيتي لما كانت تعبانه من بعد موت محمد، وقلت ان الناس مش هتنفعني، مش هخسر حاجه، ربنا عالم باللي في قلبي ناحيته وهنتجوز انا وهو وخلاص علشان شكلنا قدام الناس. فندهت على فتحي وقعدت اقول له بص يا فتحي انا عايزه اتكلم معاك في حاجه، انا عارفه ان هي مش قد دماغك بس اسمعني يا ابني للاخر. قال لي قول يا حاج. قلت له دلوقتي الناس بيتكلموا علينا عشان انت بقى ايه، شايفينك راجل يا ولا كده وشايفين ان انت ما ينفعش تعيش معايا. ايه رايك احنا نتجوز ونجيبوا المأذون ونكتبوا كتابنا وكده علشان خاطر الناس ما تتكلمش علينا بكلام وحش. قال لي نتجوز يا حاج. ماشي ماشي يا خالتي. قلت له يعني انت موافق؟ قال لي اه. قلت له ولا انت عايز تمشي وتسيبني؟ قال لي لا يا خالتي انت حنينه، انا عايزه ابقى معاكي والبهايم والجاموسه وما اعرفش ايه، وقعد يتكلم كلام من هنا ومن هنا. وبصراحه صعب عليا ان انا اسيبه، ده كان ال6 شهور دول كانهم 6 سنين، كانه معايا من زمان. ففعلا رحت متوكله على الله ورحت كاتبه كتابي انا وهو، وقلت ايه الناس بقى تتكلم ما تتكلم، المهم ان انا مش هسيبه ولا هو يمشي ويسيبني.
خلصنا خلاص كتب الكتاب والمأذون مشى، وانا عادي مش في دماغي حاجة. قمت سرحت شعري، كنت قافلة عليا باب الأوضة وغيرت هدومي وقلت هنام زي العادة واصحى الفجرية، إلا ولقيت يا أختي الولا فتحي داخل عليا وبيبصلي ببصة تانية خالص عمري ما شفته بيبصها، وبيقولي أنا بقيت جوزك يا حاج، أنا جوزك يا خالة، المأذون قال لي دي كده مراتك. قلت له طيب انت عايز ايه؟ مش انا فهمتك يا فتحي يا حبيبي، اطلع نام بره ولا فرش لك فين، انت عايز تنام فين؟ لو عايز يا اخويا تنام هنا قولي وانا اروح انام في حتة تانية. يقول لي لا انا جوزك، انا عايز اتجوزك يا حاج. قعدت اقول له يا ابني استهدى بالله، انا قايله لك ان الجواز ده كده وكده مش بجد، انا مش بتاعت الكلام ده والله يا فتحي يا اخويا، انا صحتي على قدي يا ابني، ده انا ركبي بالزك، ده انت جيت نصفتني لما بقيت تشتغل بدالي في البهايم وفي الحاجات دي، والولا ولا فاهم حاجة من كلامي، وكل اللي في دماغه ان احنا كده اتجوزنا والنهاردة دخلة، والمأذون قال له ان دي بقت مراتك، وفاهم يا اختي الجواز وفاهم كل حاجة. دخلت نفسي في قصة تانية خالص، قلت له يا ولا انا كنت واخداك علشان تونسني بدل محمد ابني، صعب عليا ارميك في الشارع بعد ما نضفت وبقت حلو، مش علشان الكلام ده يا فتحي، افهم بقى. ابدا ابدا. ولقيته جامد وعافي، ولما جه وقرب مني ومسكني معرفتش ولا قدرت عليه. قلت له يعني انا في الاخر هتجوزك بجد؟ انا مش عايزه اتجوز، ده انا ما عملتهاش وانا صغيره. يقول لي اتجوزك يا حاجه، والله انا بحبك يا حاجه، انت حنينه. قلت له ماشي يا ابني، حنينه حنينه عليك زي امك مش مراتك. قال لي لا مراتي، انت مراتي دلوقتي قدام ربنا، المأذون قال لي دي مراتك قدام ربنا، انت مراتي. مبقتش عارفه اعمل ايه، واقول يا ربي طب انا نيتي كانت جواز كده وكده، طب هو دلوقتي جوزي بجد ولا اعمل ايه بالظبط؟ قلت يا رب بقى انا مش عارفه اعمل ايه، يا رب دبرني. بس من انا بنكلم نفسي من هنا ولقيت الولا عافي وجامد، وراح متهجم عليا وراح حصل اللي حصل. صحيت تاني يوم الصبح ابص جنبي وابص على نفسي واقول يا لهوي، ده فكرني بحاجات من سنين السنين ما حصلتش، بس انا مش قد فعلا المعاشرة بتاعته، لان هو يعني متعافي وما بيفهمش فعلا في الحاجات دي، يعني ما بيميزش عنيف. فما بقتش عارفة اعمل ايه. رحت للشيخ وسألته وقال لي انت كده جوازك منه صحيح، عشان انت متجوزة على سنة الله ورسوله، حتى لو انت كنت متجوزة بغية ان هو يقعد معاكي بس علشان عقله وعلشان مخه على قده، بس كان في النهاية انت نيتك ان انت تتجوزيه وتخليه جنبك. قلت له ايوه خليه جنبي، راعيه يرعيني علشان شكلنا قدام الناس، علشان الناس ما تجيبش في سيرتي بعد موت ابني وجوز الله يرحمهم، بس مش اكتر من كده، بس ما كانش في نيتي ان انا اتجوزه بجد. قال لي طيب وايه المشكلة يا حاج، هو دلوقتي بقى جوزك بجد؟ قلت له انا ست سن كبير ومش بتاعت الكلام ده. راح قال لي والله يا حاجة اللي انا فهمته قلته لك، انت بتسأليني سؤال وانا رديت عليك، هو فعلا جوزك قدام ربنا، حتى لو كانت نيتك ان انت تتجوزيه علشان يقعد معاكي، لكن هو طلع بيقدر على المعاشرة الزوجية، يبقى انت حلاله وهو حلالك. وانا بقى مشيت يا جماعة مش عارفة اعمل ايه. يصحى الفجر يتهد حيله في الشغل ويروح يجيب لي كل اللي انا عايزاه ويخدمني ويشيل ويحط معايا وانا ابقى فرحانة بيه، بس يجي بالليل يعدمني العافية، يمسكني يا اختي ما يخلينيش لا اعرف افلفص منه، ومهما اكلمه ولا افهمه مثلا طب يا فتحي طب بالراحه، كل يوم يقول لي انت مراتي يا حاج، انا بنحبك يا حاج، كل يوم بالليل على كده، وانا ما كنتش حتى في عز شبابي ليا في الكلام ده، فمش عارفه اتعايش معاه خالص. فجت البت هناء اللي هي متطلقه وما بتخلفش، بتقعد معايا زي ما بنقعدوا مع بعض. فساعتها قلت لها الحقيني يا بنتي يا هناء منك لله يا شيخه، انت السبب في ان انا فكرت ان انا نتجوز الولد ده. قالت لي ليه مالك يا خالتي سعاد اللي حصل؟ فبصراحه حكيت لها، والبت دي كانت حبيبتي وانا كنت بعتبرها زي بنتي. راحت قايله لي ايه، طب وهي اختي حد يقرأ؟ ده انا كان جوزي خايب ومايل ومتهيل وفي الاخر طلقني قال عشان عايز يخلف، مش كان يحمد ربنا ان انا ساكته وستراه؟ قلت لها بس ما هو خلف فعلا لما انتي سبتيه. يا ستي انا ما بحبش الكلام ده، خلي الكلام ده العيلة صغيرة تفرح بيه، انما صحتي على قدها.
قالت لي والله العظيم ده انا كنت اتمنى ان انا اكون مكانك، ده انت في نعمة ما انتش حاسة بيها، وتضحك عليا. قلت لها يا بنتي الولد بقى مفتري، ما بيفهمش حاجة في الحاجات دي، هو عنده عنف شوية وانا مش عارفة اتعامل معاه، وانا مش بتاعت الكلام ده. وبصراحة انا برضو مش عايزة اسيبه، هو غالي عليا وبيصعب عليا قوي وبيحبني طلع بجد. يقول لي انا كل شوية يقول لي انا بحبك يا حاجة، انت حنينة يا حاجة. انا بتعامل معاه بحنية الام مش بالزوجة خالص. فلقيتها بتقول لي ايه، طب احنا نحل لك المشكلة دي ازاي، جوزيه. وقعدت تضحك. انا بقى خدت الكلمة من لسانها بجد. قلت لها بقول لك ايه يا بت، مش انت يا اختي متطلقه ومش لاقي حد يبص لك عشان ما بتخلفيش؟ تعالي يا اختي اتجوزيه وخدي شويه. مش انت بتتريقي عليا؟ تعالي جربي. انا مش عايزه منه حاجه، انا عايزه اعيش معاه كده وخلاص. انا عايزه جوازي يبقى منه سوري. تعالي اتجوزيه وسهيه عني وعيشي معاه، واهو نعيشوا مع بعض احنا التلاتة وخلاص ونبقى عزوة. قالت لي انت عايزه الناس تتكلم علينا وتضحك علينا، هي في واحده بتجوز جوزها؟ قلت لها بس انا مش عايزه اتجوزه، ولا كان في ضميري اتجوزه بجد. انا مفكره ملوش في الكلام ده وهيعيش معايا كده وخلاص. ما اعرفش بقى ان هو كده عمره ما بصلي بصه وحشه قبل ما يتكتب الكتاب، وعمره ما كلمني في اي حاجه من دي من ساعه ما المأذون قال له انت هتعرف يعني ايه جواز، ودلوقتي الحاجه سعاد مراتك وانت جوزها، وهو شغال لي في الحركات بتاعته دي. قعد معايا 6 شهور عمره ما لمسني ولا قال لي كلمة من دي ولا أي حاجة. يعني فاهم اهو، بيفهم كل حاجة طلع. فالمهم البت قالت لأمها الكلام ده بصفة الهزار، ولقيت أمها جاية بتقولي هو انت يا حاجة سعاد بتتكلمي في موضوع فتحي ده بجد؟ قلت لها والله بتكلم بجد، أنا مش عايزة أتجوز. أنا كنت متجوزاه علشان غرض بس إن هو يعيش معايا في نفس البيت من غير كلام الناس. خلي هنا يا ستي تتجوزوا ان شاء الله، بعد كده يبقى يطلقني ونبقى نعمل لهم شقه فوق ويبقى كانه ابني حتى. يا ريتني ما فكرت في الفكره دي كانت فكره مهببه. يا ريتني في الاول فكرت ان انا اجوزه لهناء وهي زي بنتي برضو ما عنديش مشكله تعيش فوق وابني لهم شقه. انا ما اعرفش انا ليه ما جاش في بالي الموضوع ده في الاول. فقالت لي يعني انت بتتكلمي بجد؟ البت هناء ولا بيجي لها عريس ولا غيره، وفتحي غلبان وبصراحه شكله برضو ايه كويس، وانا مش مهم معايا ان هو مخه على قده ولا مش على قده. انا مش فارق معايا، انا عايزه البت تتستر بدل ما هي قاعده جنبي ومش عارفه ايه، وبدل ما هي مش لاقيه جوازه كده. قلت لها والله انا بتكلم بجد. وفعلا هم وافقوا، وانا رحت يلا لما الدنيا ومجوزاهم. الناس بقى تقول اللي تقوله، انا نيتي ان هم هيتجوزوا ولما يتعود عليه هعمل لهم شقه فوق، وهعتبره فعلا محمد ابني الله يرحمه، وهو برضه هيملى عليا حياتي وهيبقى معايا في البيت ويبقى معاه مراته وفي شقه فوق لوحديهم، محدش هيتكلم نص كلمه. وهتبتي نفسي عتاب على الفكره اللي ما جاتش على بالي ليه من الاول، ان انا اجوزه ويبقى جنبي وكأن الناس كده تبقى تسكت وتحط لسانها في بقها. بس انا كنت مفكره ملهوش في الجواز وان هو مش هيعرف يعمل حاجه، فمرضتش اجيب واحده واقعدها. قلت كده كده انا مش فارق معايا الكلام ده، علشان كده ما جاتش خالص الفكره دي في بالي. كل اللي جه في بالي ان انا اتجوزه قدام الناس، ويبقى قدام الناس كاتبين على بعض كتابنا، وجوزي مش هيفرق بقى يبات عندي ما يباتش عندي، محدش لي فيه. المهم فعلا خليته يتجوز البت هناء، وقلت لها شويه كده يا هناء وهعمل لك شقه لوحدك، وانا يا بنتي من عزك وانت زي بنتي وهو هيبقى زي ابني، وهخليه ان شاء الله يطلقني والله ما يطلقنيش وهنتفصل عنه خالص. انا يا ستي مش عايزه اي حاجه منه، ولا عايزه يجي يمي ولا عايزه معاشره ولا عايزه جواز. وجه ليله الدخله وانا فرحانه بقى ان انا خلاص ارتحت، الا ولقيته عمال يخبط عليا، يا حاجه يا حاجه سعاد افتحي يا خاله. بيقول لي يا خاله وهو جوزي، افتحي يا خالتي افتحي يا خالتي سعاد، انا عايز ننام جنبك افتحي يا خالتي. ففتحت الباب وقلت له في ايه يا فتحي مالك؟ مش انت اتجوزت هناء وهو المأذون قالك نفس الكلام دي مراتك؟ قال لي لا انت الحنينه، انت حنينه يا خالتي، انا بحبك انا بحبك يا خالتي. خالتي انت حنينه يا خالتي، انت حنينه يا حاجه، انا هنام جنبك. وراح داخل يختي الاوضه عندي، وانا مش عارفه اعمل ايه، وحسيت ان انا محتاسه ومنداسه. يخرب بيتك انا هنخلص منك ازاي؟ فروحت للبت هناء فبقول لها في ايه، لقيتها بتعيط بالدموع كده. قالت لي ده يا اختي ولا راضي يلمسني ولا راضي يجي يمي، وبيقول لي انا هروح عند خالتي سعاد.
قلت له ده احنا اتجوزنا يا فتحي ومأذون كتب الكتاب وانا بقيت مراتك. يقول لي لا انت وحشه، خالتي سعاد هي اللي حنينه. قلت لها هي دي النيله عليا وعلى سنين، يعني انا غلطانه اللي انا حنينه عليه؟ اعمل فيه ايه ده واتصرف ازاي؟ قالت لي مش عارفه والله العظيم، ده انا صعبان عليا، ده انا ماليش بخت، ده انا بختي مايل، وانا قلت خلاص ان انا اتجوزت وحصدت، ده انا نفسي والله العظيم في الجواز من زمان وقاعده وصابره، وقلت ده ربنا هيعوض صبر خير بفتحي ده، والولا زي القمر يا خالتي. قلت لها طب ما تعملوا له يا بنت اي حاجه زي ما الناس ما بتعمل. قالت طب انا هغصبه، هخليه يعمل حاجه، وبعدين ده هو جامد، ده زقني زقه لما قلت له لا ده انا مراتك وبقرب منه كده راح زقني وما هوش عايزني، هيبوظ لي كل الخطه بتاعتي. ورحت لقيته شادد حيله عليا وبيعمل معايا برضو علاقة زوجية بشكل طبيعي وموتني تحت منه، وأنا بجد بجد ببقى تعبانة، أنا مش عايزة كده. أعمل إيه واتصرف إزاي فيه؟ مش عارفة. البت بقالها كده كام شهر متجوزة ما بيلمسهاش، وانا معشمة نفسي ان هو هينساني، حتى بقيت اخليها تعمله الاكل وتحطهوله، يقول لها لا انا عايز خالتي سعاد. بقيت بخليها تعمل معاه حاجات كتير، بس يعني مش هنعمله بقى حاجة غلط ولا حرام، وبرضه مفيش فايدة. اعمل ايه بقى؟ اطلقها منه؟ ما هي انا ما استفدتش اي حاجة بالجوازة دي، ولا هو ساها معاها ولا تلاها معاها. هو بيقول لي انا بنحبك انت وانت مراتي، انا مش عايزة اتجوزها انا، ولما اتجوزها كده وخلاص عشان بيسمع كلامي، وانا دلوقتي محتاسة ومنداسة. اعمل ايه؟ انا مش حمل الكلام ده، انا تعبانة، ولو اتطلقت منه حرميه في الشارع، ابني لهم الشقة فوق وافصلهم، ويمكن ساعتها فعلا هو يبعد عني. الشيخ بيقول لي ده جوزك وانت مراته وتعاملي على الاساس ده، بس انا مش عايزة جواز ولا عايزة اسيبه، ونفسي احل الموضوع ده من غير اي اشكال، بس مش عارفة اتصرف ازاي. ودي كانت قصتي ودي كانت حكايتي، يمكن حد يستفاد منها. يا جماعة في نفسكوا كده، ولا جواز سوري ولا غيره. انا حبيت اعمل خير وتقلب عليا بشر. انا اي نعم ما بكرهش الولا، بس انا مش عايزة جواز. لو منعت نفسي همنع نفسي ازاي وهو جامد وعافي؟ ارميه في الشارع تاني؟ افصله هو والبت هناء فوق؟ طب افرض هو ما عاشرهاش، ما هي هتزهق، هي كانت عايزة تتجوز جواز بجد، وانا اللي مش عايزة اتجوز جواز بجد. اتصرف ازاي واعمل ايه؟ شوروا عليا يا جماعة، يمكن حد يبقى عنده فعلا حل لمشكلتي دي. انا عارفة ان المشكلة غريبة، بس امر الله بقى وحصل، ولا ما كانش في نيتي اي حاجة من دي، وربنا هو اللي عالم. انا عمري ما كنت اتخيل ان انا اتحط في موقف زي ده، بس هو اتحطيت ومش عارفة احلها ازاي بعد ما حطيت نفسي فيها. ودي كانت قصتي ودي كانت حكايتي، ولحد هنا بتكون انتهت قصتنا الغريبة والعجيبة، واللي فعلا بتحلف ان ده حصل بحق وحقيقي، وعايزة حد يجاوب على سؤالها. تعمل ايه؟ تتطلق؟ ترمي الولا في الشارع؟ تفصله عنها هو ومراته يمكن الدنيا تمشي معاهم؟ هي ماهيش عايزة جواز وهنا اللي عايزة جواز بجد. تعمل ايه بقى وتتصرف ازاي؟ لو كملت القصة ما تنساش تشاركنا برأيك تحت اسفل التعليقات، لانه اكيد بيهمني. اشترك في القناة علشان يوصلك مني كل جديد، وياريت لو تعمل شير لاصحابك وحبايبك علشان هما كمان يتابعوا معانا قصتنا النهاردة. قصتنا النهاردة حقيقية، والعتبة على الراوي اللي حكاها، لو هي كذب هي اللي حكتها، ولو هي صدق هي برضو اللي حكتها. وياما في الدنيا حاجات غريبة قوي 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 بتحصل، واحنا ساعات ما بنبقاش دارين. سلام عليكم.